بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحل محافظة السويس علوم تالتة اعدادي ترم تاني. السؤال الاول، اختر الاجابات الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، العلاقة الرياضية لقانون اوم نقط مين بتساوي ج على ت. ايوه، يبقى دي العلاقة الرياضية لقانون اوم اللي هي مين بتساوي ج على ت، اللي هو قانون اوم. علاقة رياضية يعني قانون. طيب رقم 2، طبقا للقانون الثاني لمندل فإن نسبة عدد النباتات التي تحمل الصفات السائدة إلى عدد النباتات التي تحمل الصفات المتنحية تظهر في الجيل الثاني بنسبة 1:1. لا، 1:2. لا، 12:4. صح. لو اختصرناها على 4 فيها 1 على 4 فيها 3، يبقى 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. طيب رقم 3، وحدة قياس الشحنة الكهربية هي الكولوم ولا الأوم ولا الفولت ولا نيوتن؟ الكولوم. الشحنة الكهربية يعني كمية الكهربية اللي هي الكولوم. رقم 4، من الصفات السائدة في الإنسان الشعر الناعم، ده صفة متنحية. العيون الواسعة، أيوة دي صفة سائدة في الإنسان. طيب رقم ب، ما النتائج المترتبة على كل من؟ رقم 1، إضافة قطعة من البطاطا إلى فوق أكسيد الهيدروجين. احنا عارفين إن البطاطا فيها إنزيم الأكسيديز اللي بيزيد من معدل تفكك مادة فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين، يعني إنزيم الأكسيديز ده هو عامل حفز موجب. إذا ما النتائج المترتبة على إضافة قطعة من البطاطا إلى فوق أكسيد الهيدروجين؟ هقول يزيد معدل تفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين لوجود إنزيم الأكسيديز في البطاطا. طيب رقم 2، إمرار غاز الهيدروجين على أكسيد النحاس الساخن. اللي يحصل غاز الهيدروجين على CuO اللي يحصل يتكون Cu زائد H2O، هيختزل أكسيد النحاس إلى النحاس الأحمر ويتأكسد الهيدروجين إلى بخار الماء. طيب رقم 3، ما النتائج المترتبة على يقل إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة؟ يحدث القزامة وهو نقص في نمو العظام. طيب رقم 4، توقف البنكرياس عن إفراز هرمون الجلوكاجون. اللي يحصل ينخفض معدل السكر في الدم. ينخفض معدل السكر في الدم. طيب بعد كده رقم ج، لديك 4 أعمدة كهربية متماثلة القوة الدفع الكهربية لكل عمود منها 1.5 فولت. وضح بالرسم كيفية توصيلها معا للحصول على بطارية القوة الدفع الكهربية لها 6 فولت. 6 فولت والعمود الواحد 1.5 فولت، يبقى هنوصل توالي. هما 4 أعمدة اهو، 4 أعمدة هنوصلهم كلهم على التوالي. لو حسبناهم ده ب1.5 وده 1.5 وده 1.5 وده 1.5، هنجمعهم أو 1.5 في 4 هتساوي 6 فولت. السؤال اللي بعد كده، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، التفاعلات الكيميائية التي يتفكك فيها المركب بالحرارة إلى مكونات بسيطة. دي بيقول يتفكك بالحرارة، يبقى تفاعلات الانحلال الحراري. طيب رقم 2، عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر. دي عملية الأكسدة. طيب رقم 3، القوة اللازمة للتغلب على قوى التنافر بين البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة. دي قوة الترابط النووي. طيب رقم 4، عملية التحول التلقائي لأنوية ذرات العناصر المشعة الموجودة في الطبيعة كمحاولة للوصول إلى تركيب أكثر استقرار. دي النشاط الإشعاعي، النشاط الإشعاعي الطبيعي. طيب بعد كده رقم ب، صوب ما تحته خط. رقم 1، عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم يتكون رصب أبيض من نيتريت الفضة. لا، من كلوريد الفضة.
اللي هي المعادلة بتاعة ال AgNO3 زائد ال NaCl ينتج ال AgCl. ده راسب أبيض من كلوريد الفضة. طيب رقم 2، تزداد سرعة معدل التفاعلات الكيميائية بثبات درجة الحرارة. لا، برفع درجة الحرارة، كل ما زودت الحرارة التفاعل يزيد. طيب رقم 3، الفرد النقي يحمل زوج من العوامل الوراثية غير متشابهة للصفة. ده الفرد الهجين. يعني مثلا لو جينا صفة الطول في نبات البازلاء، هنجد ان النبات الطويل له احتمالين، اما تي كابيتال، هي صفة سائدة، اما تي كابيتال تي كابيتال او تي كابيتال تي سمول. الفرد النقي بيكون العاملين شبه بعض، والفرد الهجين بيكون العاملين مختلفين. طيب رقم 4، عند تلقيح نبات بازلاء قصير الساق نقي مع آخر طويل الساق هجين، ينتج نباتات طويلة الساق سائدة إلى قصيرة الساق متنحية بنسبة 3:1. غلط، بنسبة 1:1. لو جربنا كده نحلها هنجد إن مين النباتات اللي حصل ما بينها تزاوج؟ نبات قصير تي سمول مع نبات طويل هجين تي كابيتال تي سمول. ده الجاميتة بتاعته تي سمول، وده الجاميتة بتاعته تي سمول تي كابيتال. الناتج هيبقى تي كابيتال تي سمول وتي سمول تي سمول. 50% هجين، 50% قصير، و50% طويل، إذن بنسبة 1:1. طيب بعد كده في الدائرة المغلقة، إذا كانت قيمة الكهربية التي تمر في الدائرة الكهربية خلال 60 ثانية هي 30 كولوم، أوجد قراءة الأميتر. قراءة الأميتر يعني عاوز س هتساوي كف على زين هتساوي 30/60 هتساوي نص أمبير. بعد كده قراءة الفولتميتر يعني فرق الجهد هيساوي 2 فولت. بعد كده رقم 1، أكمل. فرق الجهد بين طرفي موصل يتناسب نقط مع شدة التيار المارة فيه عند ثبوت درجة الحرارة، يتناسب طرديا، ده قانون أوم. طيب رقم 2، التأثيرات نقط للإشعاع هي نتيجة لتغير تركيب الكروموسومات الجنسية للخلايا. التأثيرات الوراثية، طالما كروموسومات يبقى تأثيرات وراثية. طيب رقم 3، 2HGO بالحرارة يساوي 2HG زائد O2. ده انحلال حراري لمادة أكسيد الزئبق الأحمر. طيب رقم 4، عندما تقل كمية اليود بالطعام يقل إفراز هرمون الثيروكسين، عشان عنصر اليود بيدخل في تركيب هرمون الثيروكسين، ولو قل اليود في الأكل يقل إفراز هرمون الثيروكسين. هرمون الثيروكسين مش هيتصنع. طيب بعد كده رقم ب، علل لما يأتي. التفاعلات بين المركبات التساهمية بطيئة بينما التفاعلات بين المركبات الأيونية سريعة، لأن المركبات الأيونية لا تتأين ويكون التفاعل بين جزيئات، بينما المركبات الأيونية لأن المركبات التساهمية لا تتأين ويكون التفاعل بين جزيئات. أما المركبات الأيونية فإنها تتفكك في الماء إلى أيونات فيكون التفاعل بين أيونات، يعني الأيونات تجذب بعضها. طيب رقم 2، تكون راسب أحمر عند وضع قطعة من المغنيسيوم في محلول كبريتات النحاس. المغنيسيوم Mg، كبريتات النحاس CuSO4، هيتكون MgSO4 زائد Cu راسب أحمر. ايه اللي حصل؟ ان ال Mg عمل إحلال يحل محل الCu لأنه أنشط منه ويسبقه في متسلسلة النشاط الكيميائي، فبالتالي يحل محله ويترسب النحاس الأحمر. طيب رقم 3، اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه، اذكر سببين. أول حاجة سهولة زراعته، أي سببين، سهولة زراعته. تاني حاجة أزهاره خنثى. طيب رقم 4، يعتبر الدم هو السبيل الوحيد لكي يصل الهرمون إلى موقع عمله الخلايا المستهدفة. ليه الدم هو السبيل الوحيد؟ لأن الغدة المفرزة بتكون بعيدة عن الأماكن المستهدفة، فبالتالي الغدة بتفرز الهرمون وتصبه في الدم ويمشي بقى الهرمون مع الدم لغاية ما يوصل لمكان عمله. يبقى لأن الغدة المفرزة تكون بعيدة عن الأماكن المستهدفة. طيب بعد كده
في الشكل المقابل أضيف قليل من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى قطعة من الخرسين فتصاعد غاز. وضح بمعادلة كيميائية موزونة تفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. عاوز المعادلة. خرسين ZN زائد حمض الهيدروكلوريك ينتج ZnCl2 زائد H2. طيب رقم 2، ماذا تلاحظ عند استبدال الخرسين بخراطة نحاس؟ لا يحدث تفاعل، لأن النحاس يلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي، فبالتالي لا يحل محله. بعد كده استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة. رقم 1، طبيعة المتفاعلات، درجة الحرارة، تركيز النواتج، العوامل الحفازة. من المختلف تركيز النواتج، والباقي لو حبينا نحط عليهم عنوان كده أو كلمة. عوامل تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي. طيب رقم 2، الزئبق، الفضة، الصوديوم، الذهب. من المختلف الصوديوم، والباقي دي فلزات تلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. طيب رقم 3، الأميتر، الفولتميتر، الأمبير، الأميتر. من المختلف الأمبير، والباقي أجهزة تستخدم في الدوائر الكهربائية، إنما الأمبير ده وحدة قياس. طيب رقم 4، الراديوم، الألمنيوم، اليورانيوم، الزركونيوم. من المختلف الألمنيوم، والباقي عناصر مشعة. طيب بعد كده اختر من الكلمات الآتية وضعها في مكانها المناسب. رقم 1، 2Na زائد Cl2 يساوي 2NaCl. الكلور في هذه المعادلة يعتبر عامل. الكلور كان ذرة وبعدين اتحد يعني اتحول لأيون. الكلور احنا عارفين ان هو عدد الذري 17، توزيعه 287، لا فلز، بيكتسب الكترونات، يعني العملية اللي بتحصل عملية اكتساب الكترونات يعني عملية اختزال، اذا هو عامل مؤكسد. طيب بعد كده رقم 2، تفاعل حمض وقلوي لتكوين ملح وماء يسمى تفاعل تعادل. طيب رقم 3، الصفات غير القابلة للانتقال من جيل إلى آخر هي الصفات المكتسبة. طيب رقم 4، مادة يكونها الجين تكون مسؤولة عن حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه بروتين يظهر صفة وراثية. ايه المادة اللي بيكونها الجين؟ الجين بيدي انزيم، والإنزيم بيحفز تفاعل معين يطلع بروتين، والبروتين يظهر الصفة الوراثية. طيب رقم ج، الشكلان المقابلان يوضحان نوعين التيار الكهربي. ما اسم المصدر الذي يولد التيار الكهربي الموضح بالشكل؟ رقم 1، اسم المصدر الخلايا الكهروكيميائية هي اللي بتطلع تيار مستمر، ده تيار مستمر. والشكل التاني بيعبر عن تيار متردد. مين اللي بيطلعه؟ المولدات الكهربائية.